لو جيت يا صديقي وسألتك سؤال محدد، ايه اكتر نظام ديكتاتوري موجود، الاندرويد ولا الاي او اس؟ او اكتر نظام بيتحكم فيكو في الفيتشرز اللي موجوده، هل هو الاندرويد ولا الاي او اس؟ واعتقد ان معظم الناس دلوقتي يجي في دماغها ايه؟ الاي او اس. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الاندرويد هو رمز الحريه، لحد الصدمه الحقيقيه يا صديقي لما تيجي تفتح ابلكيشن بتاع بنوك وانت معاك اندرويد وتروح واخد سكرين شوت، ويجي الاندرويد يقول لك ممنوع، مش هتعرف تاخد سكرين شوت لان الابلكيشن ده سكيورد. او تروح مثلا فتح الابلكيشنز كلها الريسنت وتيجي تبص على الابلكيشن بتاع البنك تلاقيه عباره عن شاشه سوداء، في حين ان صاحبك اللي معاه الايفون لو فتح دلوقتي ابلكيشن البنك وجاي ياخد سكرين شوت هياخدها عادي خالص. ليه هنا بقى بالذات الاي او اس والاندرويد تحسهم معكوسين يا صديقي؟ وليه جوجل بتتحكم في السكرين شوت بالذات في حين ان ابل سايبه لك الحريه عادي خالص تاخد سكرين شوت؟ وايه اللي بيحصل في الكواليس؟ تعال اقول لك. تعال نبدأ الأول يا صديقي بالنظام اللي منعك وهو الأندرويد. الموضوع هنا مالوش علاقة إن جوجل عايزة تغلس عليك، الموضوع كله عبارة عن سطر كود محدد اسمه فلاج سكيور. السطر ده بيحدد إذا كان الابليكيشن اللي احنا فاتحينه سكيورد ولا لا، ينفع اخد فيه سكرين شوت ولا جواه داتا مهمه ما ينفعش اخد فيها سكرين شوت. مين اللي بيحدد؟ البروجرامر، الديفلوبر، يعني مش جوجل. فتعال نتخيل يا صديقي دلوقتي نفسنا في قاعه سينما، وانت جوه قاعه السينما واحد راح مطلع موبايله بيحاول يصور الشاشه، فالحارس اللي واقف بره الشاشه، الامن اللي واقف بره ده، شاف ان في حد بيصور جوه، راح بسرعه راح طافي الفيلم وطافي انوار القاعه كلها، وراح داخل ماسك الراجل ده جايبه كده قال له ممنوع التصوير، واخد موبايله وطلعه بره. تخيل ده بقى بالظبط على الاندرويد. الاندرويد نظام مفتوح زي ما كلنا عارفين، وينفع تعمل سيت اب لاي ابلكيشن من اي مكان، وبالتالي يا صديقي انت ينفع تنزل حاجه مشبوهه، وفي نفس الوقت ده انت عندك ابلكيشن الناحيه الثانيه محمي بتاع بنك. فهنا جوجل بتعين لك حارس امن واقف لك على قاعه السينما على السوفت وير بتاعك، والحارس ده بيشوف الابلكيشن ده بيقول ان هو سكيورد، ولكن انت عندك ابلكيشن تاني بيحاول يتجسس عليك، ما نعرفش انت عامل له انستول منين، وقاعد مستني اي لحظه تاخد فيها سكرين شوت او تعمل فيها اي حاجه يسرق بياناتك البنكيه منك. انا عارف ان الكلام اللي بقوله ممكن يكون مجعلص شويه، ولكن هبسطها لك. فالحارس ده يا صديقي عشان يمنع ان انت يحصل لك هاك من الابلكيشن اللي انت منزله اللي احنا ما نعرفش مصدره، اول ما بتاخد سكرين شوت بيروح مسود الدنيا، او يطلع لك رساله يقول لك ممنوع تاخد سكرين شوت جوه الابلكيشن ده. اول لما تفتح الريسنت تلاقيه بيقول لك ايه برضو، شاشه سودا كده عشان مفيش ابلكيشن يقرا من الشاشه دي. انا عايز بقى افهم امال ليه الايفون بيسيبوا الدنيا مفتوحه كده؟ ده المفروض ان دول اللي حاطين سلك مكهرب فوق السور بتاعهم والسور عالي ومحدش ينفع ينط جوه، اشمعنى الاندرويد هنا اللي مكهرب والايفون لا، او الاي او اس لا؟ تعال افهمك الاي او اس شغال ازاي في الحته دي. الايفون معمول بطريقه معينه اسمها الساند بوكسنج او الغرف المصفحه، فكل ابلكيشن بينزل بيعتبر نفسه في غرفه معزوله خرسانيه ملهاش علاقه بغيره، ما عندوش جيران، مش شايف حد تاني، فالابلكيشن ما بيقدرش يقرا اللي بره الاوضه بتاعته ولا يقدر يسرق من ابلكيشن جنبه. او بمعنى صح ان الكابوس اللي جوجل خايفه منه في الاندرويد ان انت تنزل ابلكيشن يتجسس على ابلكيشن البنك المفتوح في حته تاني، مش موجود في الاركيتكتشر بتاعت الاي او اس من ساعه ما اتبنت. طبعا يا صديقي ده في وضع الموبايل الاي او اس الطبيعي اللي مش معمول له جيل بريك، ده غير ان مفيش صلاحيه في الاس دي كي بتاعت الاي او اس، او مفيش صلاحيه تقدر تدي للمبرمج بتاع الابلكيشن بتاع التجسس انه يقدر يقرا اصلا من اي غرفه غير الغرفه بتاعته، ولا انه يقرا السكرين بيكسلز من تطبيق تاني. فساعتها ابل شافت طب ما انا منعاه وما يقدرش يشوف حاجه، وكده كده مفيش ابلكيشن يقدر يتجسس على الابلكيشن التاني. طبعا يا صديقي انا هنا مش بتكلم على اي ثغرات امنيه كانت حاصله وتسدد، انا بتكلم في الوضع الطبيعي. فالاي او اس قالت طب ما خلاص ما نسيب الراجل ياخد سكرين شوت زي ما هو عايز بدل ما نقيده زياده، ولكن راحوا عاملين لك حاجه بسيطه كده اسمها إز كابتشن. ودي بتعمل ايه يا صديقي؟ دي حاجه بتخلي المبرمج يراقب اذا كان في حاجه شغاله بتريكورد الشاشه او بتسجل الشاشه بتاعت البنك اللي انت فاتحه ولا لا. يعني لو انت دلوقتي راجل معاك ايفون فتحت الابلكيشن بتاع البنك ورحت عامل سكرين شير على الشاشه زي ما انت شايف كده مثلا، هتلاقي ان اللي ظاهر على الشاشه شاشه سوداء، ولكن انت لسه جوه موبايلك قادر تشوف الشاشه البنكيه عادي خالص. فيعني يقدر يتدخل ولكن للضروره، لكن سايبك تاخد سكرين شوت عادي. ولكن هنا يجي سؤال ذكي جدا من واحد ذكي زيك، وانا عارف ان انت فكرت فيه. طب ما الايفون يا اللي عامل نفسك جامد لما بخش على الواتساب واخش على صوره حد عشان ابعتها لحد تاني واحاول اخد منها سكرين شوت، الايفون بيمنعني. اجي اقول لك يا صديقي ان هنا مش الايفون اللي بيمنعني، دي سياسه الخصوصيه بتاعه شركه ميتا، واللي بتمنع ان انت تروح تتجسس على صوره حد او تاخدها عشان الخصوصيه بتاعه الشخص ده. فاتدخلت شركه ميتا وعملت خدعه برمجيه احنا بنسميها احنا المبرمجين ورك اراوند
عشان تعرف تتخطى الحته بتاعت الاي او اس في السكرين شوتس وتعرف تخلي اليوزر ما يقدرش ياخد سكرين شوت. وراحت عامله ايه؟ راحت مستنيه اليوزر يدوس على زراير السكرين شوت، واول ما اليوزر يدوس على زراير السكرين شوت ميتا تروح قفشه الموضوع على طول وتقول ايه؟ الحق ده بيحاول ياخد سكرين شوت، وتروح حاطه له صوره فوق الصوره بتاعت السكرين شوت مغطياها كانها دهناها، وتحط عليها صوره الواتساب وتقول لك ممنوع تاخد سكرين شوت من صوره حد. يعني الاندرويد قافلها من ناحيه السوفت وير، لكن الايفون او الاي او اس سايب الدنيا مفتوحه، والواتساب هنا في الحاله دي هو اللي تخطى الحته دي بورك اراوند. المفارقه بقى يا صديقي بجد بقى ان هنا لو واحد كبير في السن مثلا ماسك ايفون وواحد تاني كبير ماسك اندرويد، وجاله الخدعه البنكيه المعروفه، التليفون اللي بيكلمك ويقول لك مليني شويه حاجات او خد سكرين شوت وابعتها لي مثلا على الواتساب، هنا الاندرويد هو اللي هيحمي الشخص ده مش الايفون، لان الايفون هيسيبه ياخد سكرين شوت عادي خالص وهيقول ايه المشكله، ايه اللي هيحصل، والشخص ده هيروح واخد الصوره ويروح باعتها. الخلاصه يا صديقي ده بيوريك اكبر شركتين دلوقتي، ابل مع الاي او اس وجوجل مع الاندرويد، بيتعاملوا ازاي مع الخصوصيه. واللي عنده الدنيا مفتحه بيحاول يقفلها بترباز بطريقه معينه، لكن اللي عنده قلعه معزوله في حته بعيده اسوارها عاليه سايب لك حريه التصوير وان انت تصور جوه الابلكيشن براحتك. بس انتوا بقى تفتكروا انهي طريقه هي الحمايه الصح في النقطه دي؟ ان هو يمنعك من ان انت تاخد سكرين شوت، ولا ان هو يسيبك تاخد سكرين شوت وانت اللي تشيل المسؤوليه؟ اعتقد دي مسج كافيه جدا. بصوا انتوا وصلتوني منين لمنين في اقل من شهر، فوق راسي كالعاده. انا مش عارف اقول لكم ايه، انتوا احسن ناس في الدنيا، انتوا احسن كوميونتي في الدنيا، وهنكبر وهنبقى اكبر تك كوميونتي موجود في العالم كله ان شاء الله بيكم بجد. وافتكروا ان انتوا اول ناس كانت موجوده وفي ظهري. وطبعا يا صديقي لو انت لسه ما شفتش بقى اخر تحديثات من جوجل في جوجل اي او ايفنت فما تنساش تشوف الفيديو ده، ولو لسه ما شفتش اخر تحديثات لاندرويد 17 فما تنساش تشوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.